اهلا بيكم في عنوان المطابخ. معانا النهارده مطبخ جديد يا رب يعجبكم، مطبخ بولي لاك على HBL. الجزء اللي من فوق معمول بولي لاك ديزر، وده افضل بولي لاك موجود في السوق، وتحت مدبوس HBL على والظرف معموله برده من على كونتر وود مش معموله على MDF، يعتبر عشان نبدا اعلى جوده. الجزء اللي من فوق معمول مفصلات ايطالي ميدل درج سوفت، هتلاقيها بتقفل البطيء ما بترزعش، ما بتديش الخبطه بتاعتنا، وهتلاقي نفس الموضوع في الضفه دي. وهنا مكان الميكروويف، وهنا الفرن، فرن البلت ان، وهنا الفرن لازم من هنا يبقى فيه هوايه، ومن تحت عاملين مكان دور. وعلى اليمين هنا في وحده الصواني، عشان الصواني دي بتعمل لنا اكتر مشكله، الصواني بتتحط فين. وهنا عندنا 4 ادراج كبار جدا. في المقبض طبعا احنا اخترنا المقبض اللي هو الماسوره او المسطره، المقبض ده بيبقى شكله مميز جدا. وهنا ضفتين تحت البوتاجاز، هتلاقي برضه منفصلات سوفت، وهنا وحده، وهنا واحد ضفتين، وهنا الجزء بتاع الفوق، وهنا هيبقى الجزء اللي من فوق ده المطبقيه. وعملنا هنا الشكل عشان الديكور بتاعنا، عملنا هنا ضفتين قلاب وهنا ضفتين قلاب، بحيث تدي المنظر الجمالي بتاعنا والشكل الجميل بتاعنا. يبقى الاثنين دول قد الاثنين دول، وفي النص يبقى ضفتين مفصلي. وكمان عملنا هنا الظهر بارش شويه علشان نعدي الماسوره من وراه من غير ما يبقى فيها اي مشكله خالص ولا تفتيح. المنظر بتاعنا سيء للمطبخ من جوه. وكده خلصنا المطبخ بتاعنا، ويا رب يعجبكم. الخامات بتاعتنا كونتر وود بولي لاك ديزر، مفصلات ايطالي سوفت كلوز، ظرف مكبوسه برضو على كونتر وود مش مكبوسه على MDF عشان تدينا اعلى جوده. بتمنى يعجبكم، وانتظرونا في المطابخ الجديده ان شاء الله.